اهلا بيكم في حلقه جديده من تاك توك. الجرائم الالكترونيه بقت في كل مكان، والفتره الاخيره في مصر الموضوع بقى منتشر بشكل لا تتخيله، واخرهم القضيه اللي عملنا عليها حلقه بتاعه وايت ساندز، واللي بعدها باسبوعين اتقبض على مجموعه من اللي بيديروا المواقع دي ونصبوا على الناس. ده يخليك بقى تاخد بالك ان النوعيه دي من الجرائم بتزيد كل يوم، ولازم يكون عندك وعي باللي جاي. وزي ما بيقولوا التاريخ فيه عبر، فتعال احكي لك حكايه حصلت في مصر برضو قبل كده. في سنه 2009 بعت مكتب المباحث الفيدراليه بالولايات المتحده للجهات الامنيه في مصر مذكره باسماء مجموعه من الشباب في مصر بتطلب التحري عن تورطهم في سرقه اموال من بنوك امريكيه. ساعتها السلطات المصريه بدات البحث والتحري عن اسماء الشباب دول، واكتشفوا انهم في مدينه ديكرنس في الدقهليه، واكتشفوا كمان ان تم القبض عليهم اكتر من مره قبل كده، وكان بيخلى سبيلهم لعدم كفايه الادله. المعلومات اللي وصلت من الاف بي اي، تحريات الاجهزه الامنيه في مصر كشفت فيها النقاب عن اكبر عمليه سرقه اموال من بنوك امريكيه. بعدها الاجهزه الامنيه في مصر قبضت على 3 شباب من مدينه ديكرنس، وبدات التحقيقات كشفت ان 3 شبان دول كانوا بيستلموا فلوس عن طريق ويسترن يونيون، وبيستخدموا اجهزه الكمبيوتر الخاصه بيهم في شغل على الانترنت. فبعت الامن في مصر الاجهزه للفحص في مركز طوارئ الحاسب الالي، واللي قدر يطلع ادله وملفات من الاجهزه بتاكد الروايه الامريكيه اللي وصلت من الاف بي اي، ان الشباب دول متورطين في قصه كبيره جدا، ومعاهم شباب تانيين اسمائهم وبياناتهم موجوده في مذكره الاف بي اي، وموجوده على اجهزه المتهمين ال3 اللي الاجهزه الامنيه في مصر قبضت على اكتر كمان من 45 شخص تانيين، منهم 4 بنات، وفي منهم مجموعه من ابو كبير في الشرقيه. الشباب دول متهمين في اكبر عمليه سرقه للبنوك في الولايات المتحده في تاريخ المباحث الفيدراليه، وانهم مشتركين في سرقه بيانات اكتر من 5000 عميل قدروا يسرقوا منهم 1.5 مليون دولار. طبعا الاتهامات بتاعه المباحث الفيدراليه في الوقت ده كانت مفاجاه وقتها في مصر، ازاي مجموعه شباب قاعدين في مركز تبع الدقهليه يسرقوا الفلوس دي كلها عن طريق الانترنت، لان وقتها ما كانش عدد مستخدمي الانترنت بالشكل اللي انت شايفه النهارده. وخليك فاكر ان ده كان قبل احداث 25 يناير 2011، يعني الناس كانت بتسمع عن الفيسبوك بالعافيه، مش زي دلوقتي مصر كلها على الفيسبوك. ببساطة الشباب دول زيهم كتير جدا عندهم معرفة بالكمبيوتر وطرق الاحتيال على الانترنت. ويمكن فاكر قضية سرقة عملاء أحد البنوك المصرية السنة اللي فاتت، واللي حكيت لك عليها في حلقة قبل كده في تيك توك. لكن الحقيقة في مجموعة أسئلة أي حد ممكن يسألها في القضية دي. هم الشباب دول عملوا إيه بالظبط؟ وإزاي سرقوا الفلوس؟ وإيه علاقة الاف بي اي بالموضوع؟ وإزاي بتتم عمليات السرقة اللي بالشكل ده عن طريق الكمبيوتر؟ ويا ترى القضية دي اتحكم فيها بإيه؟ كل التفاصيل دي وأكتر بعد الفاصل. اهلا بيكم. قضية شباب ديكرنس من القضايا اللي تدرس بصراحة في أمن المعلومات، مش عشان اللي عمله المصريين، لا عشان الطريقة اللي تمت بيها عملية السرقة وتورط أكتر من 100 شخص في القضية دي ما بين الولايات المتحدة ومصر. فده تنظيم جريمة منظمة عبر وطنية، لكنه اعتمد على التكنولوجيا في سرقة الأموال دي. لكن الحكاية ليها وجه تاني، مش المصريين هم اللاعب الرئيسي فيها، المصريين كانوا مجرد أداة مش أكتر ولا أقل، وكانوا بياخدوا أتعابهم مقابل اللي بيعملوه. تعال أحكي لك بقى الحكاية من أولها. شاب أمريكي اسمه كينيث جوزيف لوكاس، كان عنده 25 سنة وقتها، أسس جروب كده مخصوص لهواة الاختراقات على الإنترنت، وكان بيدير الجروب ومعاه واحد تاني صديقه وواحدة اسمها نيكول ميرزي، محامية مفصولة وغاوية كمبيوتر وهاكينج. الشباب دول كانوا متخصصين في خداع الضحايا على الإنترنت وسرقة حساباتهم عن طريق تقنيات اختراق اسمها فيشنج، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل النهاردة، بس ركز معايا. المهم بالطريقة دي بيقدروا يخدعوا الضحايا عن طريق إرسال إيميلات ليهم كأنها من البنك بتاعهم أو من الشركات اللي شغالين فيها، ويقدروا يسرقوا حساباتهم ويدخلوا عليها ويحولوا منها فلوس لحسابات تانية وهم بيديروها. المهم المجموعة دي كبرت وبقى فيها مئات الأعضاء المهتمين بالقرصنة على الإنترنت، وبدأوا يفكروا في استهداف البنوك اللي ما عندهاش وسائل تأمين كفاية لحسابات العملاء الإلكترونية، وكمان مجموعة من البنوك اللي تم تسريب قواعد البيانات الخاصة بالعملاء بتاعتها زي اسم المستخدم والإيميلات وأرقام التليفونات، ودي معلومات كافية إنهم يستهدفوا العملاء دول برسائل بريد إلكترونية مزيفة تطلب من العملاء إنهم يضغطوا على رابط في الإيميل كأن البنك بيحدث البيانات، أو إن حد محتاج يفعل حسابه، أو رسالة تخدع الضحية عشان يضغط على الرابط اللي جاي في الإيميل، زي الإيميل اللي بيبعته البنك بالظبط، وموقع شبيه جدا بموقع البنك واللي بيتخدع فيه أغلب العملاء. طيب ده كلام جميل جدا، بس فضل عند الأخ لوكاس وصديقته نيكول مشكلة كبيرة جدا، وهي إن الفلوس اللي هيسرقوها من حسابات العملاء هيتم تحويلها لحسابات إما تابعة ليهم أو تابعة لناس تبعهم في المجموعة، وكلهم في أمريكا، ودي مشكلة هتخليهم يبقوا تحت عيون الأجهزة الأمنية ووحدات التحري المالية في أمريكا، وهيتقبض عليهم بسهولة. هنا بقى بدأوا يفكروا في إنهم يدوروا على شركاء خارج الولايات المتحدة عشان يبعدوا عن نفسهم الشبهة.
في 2004 تقريبا اتعرفوا على المصريين بتوع ديكرنس عن طريق الانترنت، وبدات الثقه بينهم تزيد يوم عن يوم. وقتها عملوا صفقه مع المصريين انهم هيكونوا شركاء ليهم في عمليه كبيره وفيها فلوس كويسه جدا. طبعا اي شاب مصري قاعد على الانترنت في الوقت ده بيدور على الربح السريع هيقول لك وماله، ايه اللي هيحصل يعني، ما نشوف الناس دي عايزه ايه. الفكرة ببساطة إن المصريين كانوا مسؤولين عن إرسال الإيميلات المزيفة من مصر للعملاء في البنوك الأمريكية بانك اوف أمريكا ويلز فارجو. الإيميلات المزيفة كانت إيميلات جاهزة زي إيميلات البنوك بالظبط، وبتوصل للعميل على إيميله وكأنها من البنك بتاعه، تطلب منه إنه يحدث بياناته. بمجرد ما بيضغط على اللينك بيروح لموقع مزيف شبه موقع البنك بالظبط، ويبدأ يدخل بياناته علشان يدخل يحدث البيانات ظنا منه إنه على موقع البنك، لكن في الحقيقة هو على الموقع المزيف اللي بيتحكم فيه الهاكرز. وهنا أول ما يضغط على تحديث البيانات كل بياناته بدل ما تروح للبنك بتروح للهاكرز اللي بيكون معاهم معلومات الدخول لحسابات العملاء بالكامل. المعلومات اللي بيتم سرقتها من العملاء كانت بتروح للأخ لوكاس وصديقه وصديقته نيكول في كاليفورنيا، وهم دول رأس الأفعى في العصابة المنظمة. الإخوة دول بعد كده كانوا بيتعاملوا مع مجموعات تانية، المجموعات دي بنسميهم في عمليات غسيل الأموال ماني ميولز. دول مجرد كمثل الحمار يحمل أسفارا بالظبط، ملوش فيه، بيفتح حساب في بنك أو عدة بنوك أو بيكون عنده أساسا حسابات بيستقبل عليها الأموال المسروقة دي من العصابة، وبعدين يحول الفلوس لحسابات تانية من حسابه ويحتفظ بنسبة من الفلوس حسب اتفاقه مع العصابة هو هياخد كام. المهم الأعضاء دول كانوا بيستقبلوا الفلوس ويسحبوها ويدوروا الفلوس دي لقادة العصابة اللي هم أصلا لوكاس ونيكول وصاحبهم، وبعدين بعد كده لوكاس ونيكول بيستخدموا ناس تانية عشان يحولوا للمصريين نسبتهم في العملية عن طريق ويسترن يونيون. طبعا المصريين عشان يبعدوا الشبهة عن نفسهم وعشان ما يبقاش في ربط مباشر بينهم وبين العصابة اللي في أمريكا عن طريق التحويلات، أجروا بقى هم كمان شباب تانيين من ديكرنس والشرقية وغيرها عشان يروحوا يستلموا الفلوس من ويسترن يونيون بالنيابة عنهم مقابل نسبة من المبالغ المحولة. ده كلام كبير، يعني خرصانة كمبيوتر وسرقة فلوس وغسل أموال وتكوين تشكيل عصابي منظم عابر للحدود. إيه الحلاوة دي؟ دي شوية تهم عنب، وأكيد القضية دي اتحكم فيها حكم رادع. الحقيقة إن صدر فيها أحكام مش هتتخيلها. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل حكايات مثيرة في عالم الاختراقات. أهلا بيكم. الحقيقة أن القضية فيها تفاصيل كتير جدا ومجموع الأفعال الإجرامية فيها مش قليلة، والعملية اللي اشترك فيها المصريين مع الأخ لوكاس ونيكول خسرت فيها البنوك الأمريكية أكتر من 1.5 مليون دولار. ولما تم التحقيق مع المتهمين المصريين والنيابة أحالت القضية لمحكمة المنصورة بتهم السرقة وغسل الأموال والاستيلاء على أموال بنوك أمريكية، وقتها ما كانش في قانون في مصر بيجرم الأفعال دي عن طريق الإنترنت. وزي ما أنت عارف أو بتسمع كتير مقولة لا عقوبة بلا نص، وبما إن ما كانش في نص قانوني بيعاقب على الأفعال دي، فمحكمة المنصورة أصدرت حكم سنة 2015 ببراءة جميع المتهمين المصريين. طبعا القضية دي لو كانت دلوقتي كان الشباب دول هيتروقوا، والحكم كان هيكون فعلا رادع، لأن في نص دلوقتي في قانون 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، واللي بسهولة ممكن تتكيف القضية دي بمواد القانون ده. في أمريكا بقى الموضوع كان مختلف تماما. المتهمين تم القبض عليهم وهم رأس الأفعى في التنظيم، نيكول اللي خدت 5 سنين سجن، ولوكاس اللي اتحكم عليه ب13 سنة في قضيتين، القضية بتاعت سرقة البنوك واللي مشترك فيها المصريين، والمتهم فيها لوكاس وعصابته بسرقة حوالي 9.5 مليون دولار في عمليات مختلفة غير بتاعت المصريين، والقضية التانية زراعة ماريجوانا في البيت. الرجال عندنا في مصر بقى خدوا براءة، يا حلاوة. عموما اللي لسه بيفكر يعمل زيهم او شغال في القصص دي لازم يعرف ان في قانون دلوقتي والوضع مش زي زمان، فكل واحد ياخد باله هو بيعمل ايه على الانترنت. نيجي بقى للسؤال الاهم، هو ازاي اساسا الناس بتعمل الاختراقات دي، ويعني ايه اصلا كلمة فيشنج اللي كل شوية بقينا بنسمعها كتير. شوف يا سيدي، ركز معانا بقى علشان اللي جاي ده مهم جدا لو عايز تفهم الموضوع من الناحية التقنية. كلمة فيشنج بتتكتب PH مش F، معناها في أمن المعلومات اصطياد المعلومات مش صيد السمك، ودي طريقة تنتمي إلى حيل الهندسة الاجتماعية أو السوشيال انجينيرينج. الهندسة الاجتماعية طريقة قديمة جدا جدا في النصب والاحتيال قبل حتى ظهور الكمبيوتر، وهي معتمدة بالأساس على التلاعب بعقول البشر واللعب على نقاط الضعف، سواء كانت العاطفية أو النفسية أو العلمية أو الوظيفية أو المالية أو أي حاجة تخطر على بالك.
وبما ان البشر هم اضعف جزء في منظومه الامن، فدايما الهندسه الاجتماعيه حل ناجح للحصول على معلومات من الناس. وفي فن بقى وعلم كبير بصراحه مش هينفع اشرحه لك في 10 دقائق، وفي حلقات كتير جدا عملناها على الهندسه الاجتماعيه، يا ريت تدور عليها على قناتنا على اليوتيوب. زي ما قلت لك الموضوع قديم قبل حتى ظهور الكمبيوتر. فاكر مثلا فيلم اسماعيل ياسين لما احمد مظهر نصب عليه وباع له العتبه؟ كان فيلم العتبه الخضراء مثال للهندسه الاجتماعيه على واحد ساذج، قصه خياليه. فايه رايك بقى ان في نصاب باع برج ايفل مرتين، والنصاب ده يعتبر من اشهر النصابين في التاريخ واسمه فيكتور لوستيك، وباع برج ايفل لمجموعه من تجار الخردة في فرنسا سنه 1925. نبقى بقى نحكي لكم حكايته في حلقه لوحده لانه موضوع كبير بصراحه. عموما موضوع خداع البشر والتلاعب بدماغهم مش حاجه صعبه، وناس كتير بتفكر نفسها ناصحه وبتقع في الخدعه دي. تعال شوف بنفسك. We're talking about cybersecurity today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? It is my dog's name and the year I graduated from high school. Oh, what kind of dog do you have? I have a Chihuahua Papillon. And what's its name? Jameson. Jameson. And where'd you go to school? I went to school back in Greensburg, Pennsylvania. What school? Hempfield Area Senior High School. Oh, when did you graduate? In 2009. Oh, great. Well, most of them are Italian. Oh, beautiful. Yeah, so what? Like what's a good Italian password? my grandma's name, What's your grandma's name? Maria. Maria. So Maria is your password? Oh yeah, now you know my password. Oh yeah. دي هندسة اجتماعية ما فيش فيها تكنولوجيا، لكن الأساس واحد والأدوات اختلفت مع تطور التكنولوجيا. يعني لو واحد عايز يعرف رقم تليفونك في ظل التطور التكنولوجي اللي احنا فيه، ما بقاش موضوع صعب، ورقم التليفون ممكن يكون مرتبط بمعلومات تانية ممكن تجمعها عن الشخص لحد ما الهاكر يوصل للي هو عايزه من الضحية. تعال شوف المشهد ده من مستر روبوت. ايه رأيك؟ سهلة صح؟ طب ايه رأيك بقى ان خدعة صغيرة يستخدمها هاكر ممكن تكلف شركة بحالها اختراق لا تتخيله؟ تعال نشوف مع بعض. Hi, this is Ken. How may I help you? I was wondering if you can take a look at a website I'm trying to get to. It's for a big customer thing I'm working on for Monday, and I can't seem to get to the website from my computer. Sure. What's the website? I'll see if I can get to it. Thanks, man. I really appreciate the help. I mean, it could be a stupid thing. I'm really stuck with computers, but so it's www.survey. That's survey-pro.com. Yeah, I got a prompt to open. I just clicked open, and I'm at the site now. Here's what the IT guy doesn't realize. By clicking that link, he's just given David full access to his computer. Whoa, okay, that's weird. I just hit it and it works. It seems like it's working fine now. Awesome. I don't know what you did, man, but I really appreciate the help. Hey, no problem. That was easy. That was it? We're on his computer right now. You were able to take over this guy's computer within, I would say, like under 2 minutes. Under 2 minutes, yeah. Under 2 minutes, took over his entire computer, and think of it as not just his computer, but it's pretty much a downfall of the entire company. كده بدأنا ندخل في التكنولوجيا. نرجع تاني بقى لكلمة فيشنج. اللي انت شفته ده نوع من انواع اصطياد المعلومات بس عن طريق التليفون. الهاكر هنا اتصل من رقم مزيف وكأنه حد من جوه الشركة وخدع الضحية انه يفتح موقع معين عليه فيروس، وكل سنة وانت طيب بقى جوه جهاز الشركة ومنه للشركة كلها. وبالطريقة دي هو ما اخترقش الأنظمة قد ما اخترق دماغ الموظف. الفيشنج انواع كتير جدا، والكلمة نفسها اللي اخترعها هاكر كان عنده 15 سنة في 1995 اسمه كوسيلا روكوش، لما برمج برنامج في الفيجوال بيسك لسرقة كلمات السر بتاعت حسابات مستخدمي برنامج أمريكا أونلاين، وسمى البرنامج AO Hell أو أمريكا أون هيل. وده أول مصدر يتكتب فيه كلمة فيشنج بالPH زي ما قلت لك مش بالF. ومن يومها والكلمة اتشهرت وبقت بتطلق على أي خدعة في الهندسة الاجتماعية بتستخدم الكمبيوتر لسرقة كلمات المرور وحسابات المستخدمين. ببساطة الفيشنج عبارة عن إن الهاكر بيخدعك برسالة بريد إلكتروني تبدو إنها من مصدر موثوق بالنسبة لك عشان يخدعك للحصول على معلومات خاصة بيك زي حسابات البنوك أو أرقام بطاقات الائتمان أو أي بيانات حساسة ممكن يستخدمها في اختراقك، ودي أبسط وسيلة من وسائل اصطياد المعلومات أو الفيشنج. الفنيات اختلفت كتير جدا طبعا عن زمان، والموضوع بقى فيه انواع كتير جدا من الفيشنج، وفي برامج دلوقتي بتعمل الفيشنج ايميل او الايميلات المزيفه بشكل تلقائي بدون كتابه اي كود، وكمان بتعمل المواقع المزيفه الخاصه بالبنوك او الجهات اللي الهاكر عايز يجمع معلومات من مستخدميها. الأغراض الأساسية للفيشنج هي سرقة معلوماتك الحساسة، خصوصاً المعلومات البنكية أو أي معلومات تسهل اختراق حساباتك البنكية. الغرض الثاني هو إصابة الكمبيوتر بتاعك بفيروس أو برنامج تجسس أو أي برامج خبيثة لأغراض تانية، منها برضو سرقة الحسابات البنكية زي ما هنعرف بعد شوية. الغرض الثالث هو سرقة معلومات سرية أو وثائق أو معلومات تجارية تعتبر أسرار لجهات مهمة، زي ما بيحصل من الصين ضد أمريكا ومن كوريا الشمالية ضد أمريكا والعكس.
الغرض الرابع ممكن يكون حب الشهرة والظهور، خصوصا في أوساط الاختراقات والقرصنة. أما الغرض الخامس فده الأخطر، واللي معتمد على استغلال الثغرات الأمنية في أجهزة الضحايا، خصوصا الثغرات اللي مش معروفة أو اللي بنسميها زيرو داي. طبعا الناس اللي بتحط معلومات شخصية كتير عن نفسها على الإنترنت من أكتر الضحايا لعمليات الهندسة الاجتماعية عن طريق أنواع كتير من الفيشنج، زي ما هنشوف حالا في المشهد ده. الفيشنج أنواع كتير منها عن طريق الإيميلات، منها عن طريق التليفون، واللي بيسموها فيشنج أو سميشنج عن طريق الاس ام اس، أو عن طريق استهداف ضحايا بعينهم في جهة معينة، ودي بيسموها سبير فيشنج. ودي محتاجة وقت كبير جدا لتجميع المعلومات عن الضحايا والجهات، وبعدين الهاكر بيضرب ضربته بكل سهولة بعد دراسة طويلة للضحية، إضافة طبعا لنوع معقد شوية من الفيشنج واللي بيسموه فارمينج أو المزرعة، وده محتاج الهاكر يغير في إعدادات حاجة اسمها DNS أو دومين نيم سيستم، اللي بيترجم أسماء المواقع اللي حضرتك بتكتبها في البراوزر لأرقام الخوادم أو السيرفرز حوالين العالم، أو على الأقل ملف خاص على الويندوز عند المستخدم. وفي الحالة دي يقدر يوجه المستخدم لأي موقع هو عايزه، حتى لو المستخدم بيكتب اسم الموقع صح. في نوع تاني من الفيشنج ليه اسم لطيف جدا اسمه ويلينج، يعني اصطياد الحيتان، ومن اسمه كده معتمد على اصطياد معلومات شخصيات تقيلة أو خداعهم، وخصوصا رؤساء مجالس إدارات الشركات أو المسؤولين المهمين. من اللي حكينا عليه ده تعرف إن المصريين بتوع ديكيرنس كانوا بيستخدموا أبسط نوع من أنواع الفيشنج، لكن ده ما يمنعش إنهم اشتركوا في واحدة من أكبر جرائم سرقة الحسابات البنكية في الولايات المتحدة. في حوادث كتير جدا لازم تخليك تهتم بأمن المعلومات، وإنه مش رفاهية، ولازم تتعلم إزاي تحمي نفسك ومعلوماتك في العالم ده، زي عملية فيش فراي بتاعت شباب ديكيرنس اللي سميتها الاف بي اي بالاسم ده. في عندك كمان حادثة شهيرة حصلت سنة 2016 لراجل اسمه والتر ستيفن. الراجل ده كان المدير التنفيذي لأكبر شركة طيران في النمسا، متخصصة في إمداد شركات الطيران الكبيرة بمعدات وأجزاء طيارات. الراجل ده اترفد من وظيفته بسبب إيميل بعته هاكر لمسؤول الحسابات للشركة، وكأنه من إيميل رئيس مجلس الإدارة بيقول له محتاجين نحول المبلغ ده، واللي كان 47 مليون دولار، للجهة دي اللي هي طبعا تبع الهاكر، عشان صفقة مهمة للشركة وبإمضاء الرئيس التنفيذي، واللي طبعا اتخدع فيها مدير الحسابات وحول المبلغ. وبعدها الشركة رفضت مدير الحسابات ورفضت الرئيس التنفيذي، ورفعت عليهم قضية إنهم ما عملوش اللي عليهم في حماية الشركة. طبعا محامي الشركة واضح انه كان عايش في اللالا لاند، لان المحكمة رفضت الدعوة بعد مداولة من 2016 ل 2019 لانها ما لقيتش اي حاجة تدين المدير التنفيذي ومدير الحسابات، وقالت ان دي مشكلة الشركة، انها مش مأمنة نفسها، وليه ما عملتش تدريب اصلا للموظفين. فده درس الحقيقة لشركات وجهات كتير جدا انهم لازم يستثمروا في تدريب الموظفين من اول كبار المسؤولين لحد اصغر موظف، والا العواقب زي ما انت شفت كده. لازم كمان ما نثقش في أي حاجة بتجيلك على الإيميل تطلب منك بيانات حساسة، حتى لو من مصدر موثوق. ما تردش على الإيميل، ما تضغطش على لينكات، اقفل الإيميل وكلم الشخص في التليفون. ويا ريت ما تنساش تستخدم برامج حماية وخدمات الإيميل اللي بتعمل فلتر للإيميلات المشبوهة. لكن طبعا سيناريوهات الفيشنج كتير جدا، والموضوع محتاج تدريب متخصص للموظفين، بالذات في أي مؤسسة، خصوصا المؤسسات المالية والمؤسسات اللي بتتعامل مع بيانات حساسة. البشرية بتتغير بشكل كبير، وكمان طبيعة المجتمع والجريمة. وهنا أرجعك شوية للتاريخ، للناس اللي بتحب تقرأ في التاريخ والفلسفة. أفلاطون في كتابه الشهير الجمهورية اللي رواه على لسان أستاذه سقراط افترض افتراض خيالي عشان يتكلم من خلاله على فكرة العدالة من منظور فلسفي، وقال إن في راعي بسيط لقى خاتم ذهب سماه خاتم جايجس بيخليه يختفي بمجرد ما يلبسه. ساعتها الراعي ده بقى يلبس الخاتم ويسرق حاجات بسيطة لنفسه من السوق، وبعدين بدأ يدخل بيوت التجار ويسرق ذهبهم، نهاية بدخول القصر الملكي وإغواء الملكة وقتل الملك. سقراط في الحالة دي قال إن الإنسان لو لقى فعلا خاتم زي ده لن يتحلى بأي قيمة أخلاقية ويتحول إلى عالم الجريمة، لأن الإنسان لو ضمن إن أي حاجة هيعملها مش هيبقى ليها عواقب سيئة، هنلاقيه بيعمل كل حاجة تفيده وتحقق له السعادة هو بس، بغض النظر عن الآخرين. أغلب الناس لو أتيحت لها الفرصة في التخفي بالخاتم وأمنت عواقب اللي هتعمله فهي هتعمله حتى لو غلط. تفتكر الإنترنت بكل اللي عمله من تطور في مسائل التخفي واستخدام أساليب الاختراقات هو خاتم جايجس في رواية أفلاطون؟ استنونا في حلقة جديدة وتاك توك على القاهرة والناس.